السلام عليكم. أنا عايز أتكلم النهاردة عن حاجة غريبة بقالها سنين، وخصوصا في رمضان. يعني إيه كمية الصواريخ والبومب والمفرقعات والشماريخ والبهدلة دي؟ إيه ده؟ إيه كل الكلام ده؟ العيال في الشوارع يعني بينزلوا بعد الفطار بفترة. تقريبا أطفال مصر كلهم في الشارع، وكلهم صواريخ وبومب ومفرقعات ودب تخ دب تخ. وبعدين عندهم قدرة غريبة ان هم يشوفوا مين اللي بيتضايق من الفرقعة والصواريخ، يقوموا راميينها تحتيك وانت قاعد في القهوة مثلا ولا بتاع، وبوم في ايه. امال لو حاربنا اسرائيل العيال دي هتعمل ايه في اسرائيل؟ ايه يا جماعة؟ الحاجات دي بتخش ازاي البلد ولا بتتصنع هنا؟ ولو بتتصنع هنا الماتيريال ده بيجي منين؟ ايه الكميات الهائلة دي؟ وبعدين اسعارها بقت غاليه كمان. يعني تيجي تسال مثلا بكام يد، انت تلاقي العيال واقفه بتبيع، وبيبيعوا عادي جدا، واقفين في الشارع والمحلات وفارشين بيهم عادي جدا. بكام يا حبيبي؟ يقول لك ب 20 وب 50 وب 100 وارقام غريبه الشكل. طب العيال الصغيره بتجيب الفلوس دي كلها منين؟ الاهالي بيدوا الفلوس للعيال دي ازاي؟ يعني ازاي يعني؟ ايه الكميات دي كلها؟ احنا بقالنا كذا سنه وقلنا العاده دي تتبطل، مفيش فايده. والعيال مش هتقعد تتخانق طول النهار مع العيال. انت حتى لو قمت اتخانقت مع العيال يقول لك في ايه يا عم، انا براحتي يا عم، في ايه؟ يقوم مفرقع لك صواريخ وبيتلموا حواليك بقى. فايه في ايه؟ يعني يا رب يكون خير يا رب. السلام عليكم.